السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض كده عشاء خفيف كده وسريع. انا عندي هنا برجر زي ما انتم شايفين كده اهو، برجر بقى جاهز او انت عاملاه في البيت. وعندي هنا جريل حاطه عليه يعني نص معلقه زيت كده وبدهنها كده بالفرشه. تمام، عشان خاطر ايه هو البرجر ما بينفعش يتقلي في الزيت، بيبقى كله دسم. هنجيب عندي هنا كده، هننزل كده بالبرجر. وعندي هنا ده عيش كايزر، انا هعمل كده عندي 4. وعندي طماطم متقطعه وفلفل. تمام، عشان انا الكابوتشا ما عجبنيش، دبلانه وغاليه، فانا هعمل بالموجود عندي. هنبتدي كده ننزلهم بقى كلهم. بصوا انا عندي اهو، بصوا سامعين الصوت ده. وهنجيب كده اول ما تتشمع معانا هنقلب كده. تمام، نقلبها انا مرتين 3 عشان البرجر يستوي معايا زي ما انتم شايفين كده. ده برجر جاهز، بس انا ان شاء الله عملت معاكم فيديو قبل كده وهعمل معاكم برجر تاني ان شاء الله، واعمل برجر اللحمه. بس قبل ما اخلص الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس. اللي ما اشتركش يشترك في قناتي على اليوتيوب يوميات واكلات ام دينا، وعلى التيك توك يوميات واكلات ام دينا، وعلى الفيس. هنسيبها بقى كده نقلب كده مع بعض. هنجهز بقى هنا، عندي هنا عيش التوست هنفتحه بقى. بصوا انا عندي هنا اهو، خلاص قلبته على اليمه التانيه وهشيله. عندي عيش الكايزر اهو، معلش انا نسيت قلت توست. وعندي هنا كاتشب، اي نوع كاتشب بقى عندكم. تمام، هجيب كده عندي بقى هنا خلاص كده. هنبتدي بقى كده ايه نشوفه برضو عشان بس ما يتلسعش. نتابعه اهو كده. عندي البرجر خلاص بيتحضر في دقايق، هنديله تقليبه كمان ونقفل بقى. بصوا انا عندي هنا طلعت البرجر بتاعي على مناديل. ليه؟ عشان اي دهون اي حاجه تنزل على المنديل يشربها. انا ليه حطيت معلقه زيت او اقل، نص معلقه زيت بالظبط، يا دوبك تمشي الفرشه في الجريل، عشان هو اصلا بيبقى فيه نسبه دهون، فما ينفعش ان احنا نحط زيت كتير او يتقلي في زيت. ولو قليتيه في زيت هتلاقي البرجرات كشت وبقت صغيره خالص. هنعمل بقى كده مع بعض هنا في الكايزر. هنبدا نفتح الكايزر كده، بسم الله اهو زي ما انتم شايفين كده. وهنحط الطماطم، بسم الله. بصوا كده زي ما انتم شايفين. ونجيب الطماطمايه، شريحه فلفل رومي، اللي حابب بقى يحط حامي يحط. نحط بقى كاتشب. هقفلهم بقى وارجع لكم. بصوا كده معايا هنا اهو البرجر بتاعنا. بصوا باقل تكلفه، لو انت عندك برجر او انت عندك لحمه مفرومه ربع كيلو عملتيه برجر، ان شاء الله اعمله معاكم. عملته قبل كده، هعمله معاكم تاني، وهعمله بالفراخ وباللحمه ان شاء الله. مفيش كابوتشا، دبلان وغالي ما جبتش. عندك فلفل، عندك طماطم، كاتشب، هتعملي احلى برجر في الدنيا. وجنبه حاجه ساقعه، والف هنا وشفا. ويا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس. ودي فكره عشاء من افكار كتيره، يعني ناس بتبقى محتاره تاكل ايه تعمل ايه في الجو في الحر ده. هو ده الاكل اللي بيبقى احسن من الطبيخ بالليل. ويا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.